السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والأهلي بيكسب بفوز عريض على أوكلاند سيتي بتلاتة مقابل لا شيء. طبعا الأهلي بيخلص أول مباراة ليه في كأس العالم للأندية بفوز عريض بأداء ممتع. ماتش حلو جدا من لعيبة النادي الأهلي، كانت واثقة من نفسها من أول مباراة نازلة. اللعيبة عارفة هتعمل إيه. كولر مذاكر الفرقة كويس، الفرقة مش قد كده عارفين، لكن هي بتلعب في كأس العالم للأندية، هي مش أقوى فرقة. أنت لسه في أول ماتش اللي هو يعتبر ماتش تمهيدي، بتلعب مكان دور المستضيف. خلينا نتكلم عن المباراة، وقبل أي كلام متنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتركوا القناة على اليوتيوب ولايك للبيج بتاعتنا على فيسبوك. ويلا بينا نبدأ في الكلام. طيب الأهلي أول حاجة بدأ مباراة، وشفنا عودة متولي ومحمد عبد المنعم للمباراة والتشكيلة الأساسية من تاني. وكان على مين؟ كان بيلعب محمد هاني. ماتش رائع، ماتش عالمي من محمد هاني. الماتشات بتاعته بتاعت كاس العالم دايما بيرجع كده للفورمه بتاعته في ماتشات كاس العالم. على الشمال كان علي معلول، في نص الملعب ديانج كان وتد في نص الملعب، وجنبه عمرو السولية بأدوار هجومية لحمدي فتحي اللي هو تالتهم. طيب وكان قدامهم حسين الشحات نجم المباراة من وجهة نظري. على الشمال عبد القادر ضيع كتير وفزلكه كتير منه، وتحت مهاجم ضيع كتير برضه محمد شريف. طيب الاهلي بدأ مباراة زي ما شفنا، كان في ضغط في اول مباراة، كان في استخلاص للكرة بشكل سريع جدا من اللعيبة، وبيقطعوا وبيضغطوا كويس من التلت التاني من الملعب، او من بعد ال 18 بتاع الفرقة اللي قصادنا اللي هي اوكلاند سيتي. وطبعا جت فترة كده الاهلي كان بيدافع اكتر. طبعا المباراة طبعا على مراحل، لكن اهم حاجه المباراه في الاول ما يدخلش فيك هدف. وده اللي شفناه من الاهلي، لعب على التحولات بشكل كويس جدا، انك بتاخد الكوره وتطلع بيها مرتده، وبتعرف تلعب من الكوره والتانية والتالتة توصل للجون، دي حاجه كويسه جدا. وبعد 10 دقايق ربع ساعه من بدايه المباراه شفنا الاهلي بيمسك الكوره اكتر، وبيبدا يضغط الفرقه اللي قدامه في منطقه 18 بتاعتها وفي نص ملعبها بشكل افضل. وده اللي حصل، وده كان سبب الجون برضو، التسديد من بره. وقبل الجون طبعا ضيعنا كذا كوره. محمد شريف في كور كتير بتلعب له الكوره اللي اتعود يلعبها، الكوره دايما الكوره اللي بتبقى في عمق الدفاع اللي قدامك، وبتلعب في ظهر المدافعين، ومحمد شريف وعشان كده بدأ بيه اساسي علشان يستغل السرعه بتاعته. ضيع كور كتير، في كور ما كانتش مظبوطه بالنسبه له، لكن في كور تحسه برضو ايه، يعني في كوره جات له هي كانت اوفسايد لكن ضيعها بشكل غريب جدا. يعني ضيع كتير، هو جاب كوره من قول مثلا كان في كور كام مش عارف، 5 كور 6 كور جوله وهو ضيع. ولكن كورة بتسديدة عالمية من حسين الشحات من بره ال 18، وبيسجل الهدف الأول في آخر الشوط الأول. طبعا يعني عبد القادر كالمعتاد بيتحني كتير، تمام. وشوفنا بيعدي من واحد والتاني. طب انت حلو يا ابني، عديت من الاول والتاني باصي، لا عدي من التاني خلاص الكرة اتقطعت، يعني يا تباصي يا تشوت، لا بيعمل دي ولا بيعمل دي. يجي يشوط تلاقي شوطه ضعيفه، شوطه من بره. اه توصل الكرة لشريف، شريف بيضيع. ده كان كل البتاع، لكن الفكره كولر كان مذاكر، عامل ماتش كويس جدا. وعجبني جدا قوي كولر في قراءه المباراه، وان هو حافظ لعيبته ادوارها كويس. التحولات كانت معموله بشكل حلو جدا، عشان كده لعب على اكتر على حسين الشحات ومحمد شريف، وبدا بيهم. طبعا اصلا احنا شايفين حسين الشحات بقاله فتره ماشي بشكل كويس، الفعاليه طلعت اكتر، وشفت اداؤه بيظهر اكتر، ان الفرقه بتلعبك سابقه مساحات كتير. فعشان كده بقيت تشوف كمان حسين الشحات بشكل افضل وبقى بارز قوي في الحته دي، لان دي الحته بتاعت حسين الشحات، السرعه والجري والسباق مع المدافع لما يكون طالع بمرتده واحد على واحد. كل دي حته بيتميز فيها حسين الشحات. لكن طبعا مشدد كوره حلوه قوي من بره 18 جون الاول، بينتهي الشوط الاول بالنتيجه دي. نيجي نخش في الشوط الثاني. حمدي فتحي بداية كان الشوط التاني الاهلي بدأ ضاغط. حمدي فتحي بكورة حلوة جدا لمحمد شريف، متقشرة حرفيا متقشرة، يروح هو والجون انفراد، يحط محمد شريف في الجون التاني للنادي الاهلي، تبقى النتيجة 2-0. الاهلي متماسك دفاعيا، مفيش كور خطيرة جت عليك قوي نقول ان هي يعني كانت خطر علينا بشكل لكن لا، يعني اصلا الحكايه بدات من نص الملعب والدفاع متمركز كويس. محمد قال الانتقالات الهجوميه حلوه، ارتداد وتغطية عكسية كويسة جدا في المواقف الدفاعية. كان بصراحة عامل ماتش كويس جدا. دي ماتش تحت محمد هاني في المونديال. تيجي تقول له ماتش كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية قرب، تلاقيه بيتحول خلاص، هو ده محمد هاني، هو محمد هاني. تحسه هو عايز يعمل بس كده علشان بس يحترف، فاهم بتاع اللي هو ايه. الناس بتتفرج عليها او الكشافين اكتر بيتفرجوا على الماتشات دي، فبيحاول يطلع اقصى ما عنده
لكن بعد كده نرجع نشوف اللي بيحصل طبعا في الدوري المصري. لكن دي ويا ريت يستمر على المستوى ده. الاهلي بعد كده استمر في الضغط بتاعه، كان حرفيا يعني كان زنق الفرقه قدامه في نص ملعبها، والكلام ده كمان عليه طبعا في الشوط الثاني. بعد كده شفنا خروج، طبعا التغييرات بتاعت الاهلي اتاخرت جدا، يعني اللي عمل تغييرات ايه حاجه و70، انت كده كده كسبان ومريح النتيجه طبعا 2-0 ضامن شويه. لكن التغييرات كانت متاخره شويه. حصل خروج احمد عبد القادر وحسين الشحات، ونزل مكانهم طاهر وبيرستاو. وبعد كده خروج محمد شريف ونزل مكانه كهربا، وخرج حمدي فتحي ونزل مكانه مروان عطية. تبديلات مركز بمركز كلها. حتى اخر تغيير برضو كان نزول محمد قفشه مكان عمرو السولية. طيب بعد كده يعني شفنا هدف طبعا التالت بتاع بيرستاو، كان عمل اسيست حلو قوي للكهربا، الكوره جات له كعب كده حلو جدا قدام الجون، ما يعني حاول ما يطمعش فيها، وده بيرستاو هو الجون، حطها تشيب من فوق الجون، هدف ولا اروع طبعا. والرقصه بتاعت بيرستاو و3-0، ويعني الاهلي ماله سايق في دلاله. حتى حصل في الاخر الطرد اللي حصل، حتى الطرد كانت ضربه جزاء من بره، يعني انا كنت شايفها من بره، لكن فعلا كان يستحق طرد، لان المدافع اللي رايح بيرفع كمان رجله، فدي طرد ما فيهاش كلام يعني. طبعا هو قعد بتاع ساعه بيراجع في الفار، اكيد ما كانش بيراجع كل ده انها ضربه جزاء ومش ضربه جزاء، واكيد من اول لحظه او من اول ما بص في اول مره عارف ان هي من بره، لكن كل الفكره كانت في الطرد اللي حصل بسبب التدخل بتاع مدافع اوكلاند سيتي. مباراه بتنتهي 3-0، فوز عريض جدا للنادي الاهلي، بدايه علشان بعد كده يعني ده دور تمهيدي اللي كناش بنلعبه في قبل كده، انك المره دي داخل بدور كانك المستضيف مش كبطل افريقيا، فبالتالي بتلعب الماتش الزياده اللي هو دور التمهيدي. بالتوفيق للاهلي في المباراه القادمه، وباذن الله نواجه بعد كده ريال مدريد، بس خطوه بخطوه ونوصل بعد كده اللي احنا عايزينه باذن الله. ومتنسوش بس تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه على اليوتيوب، ولايك للفيديو بتاعتنا على فيسبوك. معكم احمد هشام، والسلام عليكم.